السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كنتمنى هذا الفيديو الجديد يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال البريوش إيطالي أو بانيتوني. فيه مكونات اللي في المتناول الجميع، هشيش، وغيعجبكم إن شاء الله بحول الله. غير يمكن تبعوا المراحل من البداية حتى النهاية، يعني خطوة بخطوة باش يجيكم بهذه الطريقة إن شاء الله بحول الله، وإن شاء الله تكون طريقة مزيانة إن شاء الله بحول الله. إذا بسم الله توكلنا على الله. عندي هنايا كاس ديال الماء دافي، هاد العبر ديال هاد الكيسان صغار يكون. هنايا عندي ملعقة ديال الخميرة، دائما الخميرة ديال العجين. من بعد هنايا غادي نوري لكم الدقيق، يعني عندي كيلو الا ربع ديال الدقيق، كيلو الا ربع ديال الدقيق. غادي ناخذ 4 ملائق ديال الدقيق في هذا العبار. يعني هذه الطريقه اللي هي اهم في هذا البريوش باش نوجد بها الخميره. غادي نخلط مزيان. هذه الطريقه اللي هي مهمه. دابا بعد ما خلطت مزيان في الخلاط، دابا انتم غتشوفوا غادي نحاول نغطيه بابي السيلوفان، نغطيه مزيان باش ما يخرج ليا الهواء، ودغيا باش تطلع ليا الخميره. حيت دابا يعني بدا الحال كيبرد شويه، كاين البرد، باش دغيا تطلع ليا الخميره. غادي نغطيه صافي. غادي نخليه حتى يخمر ليا شويه، تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقه. من بعد دابا غادي نوري لكم، غادي تشوفوا ها النتيجه اللي عطات ليا الخميره. دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي هي عندي هنايا 3 صفار ديال البيض. ما غاديش نستعمل البياض ديال البيض، غنكتفي الاصفر ديالو. من بعد هنايا عندي المعلقه كبيره ديال الليمون، يعني القشره ديال الليمون. هنايا عندي الكاس، راه وريت لكم الكيسان، يعني الكاس ديال الكاس صغير تقريبا فيه 60 غرام ديال سنيده. هنايا واحد الساشيه ديال الفاني. هنايا الكاس نفس العبار ديال سنيده، غير هنايا او السكر. هنا نقص شويه ديال الزيت، حيت غادي ندير الزبده، شويه ديال الملحه، العبر ديال كيلو الا ربع ديال الدقيق، يعني شويه ديال الملحه. صافي دابا هنا نخلط مزيان. هنا ما بغيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه. من بعد هنايا عندي النصف اللتر ديال الحليب. الحليب دائما يكون حليب دافي. غير واحد الملاحظه هنايا ناكدها عليكم، حيت يعني نقصت الكاس ديال الحليب من داك العبار ديال الكاس الماء اللي درت، يعني الماء اللي درت فيها الخميره، نقصت منه الكاس الحليب باش يجي ليا يعني العبار يعني مضبوط. هذا ما كان. غادي نخليها دابا تقريبا 10 دقائق او 15 دقيقه. من بعد غادي نضيف الدقيق. هنايا عندي 100 غرام ديال الزبده،
الزبدة دائما يعني تكون في يعني الزبدة دائما ملي غادي نخدمو بها هانتوما غتشوفوا يعني تخرجوها في الثلاجة تقريبا بين ساعات 3 ساعتين، حتى المهم حتى تشوفوا يعني ما تخرجوهاش باردة، خاصة إلا كان في الكونجيلاتور باش ما تخسر لكم العجينة. غادي نحاول ندير شوية بشوية باش ندخل فيها كلشي هاد الزبدة. نحاول كل مرة ندير شوية شوية حتى نشوف كلشي مخلط. ها القوام دابا ديال العجينة ديالتنا. دابا راه غادي نفرغها في واحد الإناء، من بعد ندير ليه بابي سيلوفان، غنخليها شوية يعني تقريبا 10 دقائق. غادي نرش شوية ديال الزيت، دائما الزيت الرومية. دابا ها العجينة موجودة، ندير شوية ديال الزيت غير شوية. دابا غادي نقسم هاد العجينة على جوج. هنايا عندي الزبيب اللي كتشوفوا راه نقيتو وغسلته مزيان ونشفتو بالماء، عفوا نشفتو من الماء، لان الا بقى فيه داك الماء غادي يخسر ليا العجينه ديالتنا. غادي نحاول نجرب باش يبان كلشي. غتشوفوا دابا الطريقه كيفاش غادي نجمع العجينه. درت هنايا الزبيب كما تشوفوا، درت الزبيب الاحمر، درت الاسود، يعني خلطت. يمكن لكم ديروا الفواكه جافه، يمكن لكم ديروا شويه ديال الكركاع ولكن انا يعني عجبتني فيها الزبيب بزاف، مع الزبيب والقشره ديال الليمون كيجي فيها واحد المذاق رائع رائع جدا. وهي هذه الاصيليه، الاصيله هي باش يكون فيها الزبيب والقشره ديال الليمون. هي بعد ما وجدتها دابا غادي نوجد الاناء عندما كتشوفوا باش غادي نحطها. درت لي شويه ديال الزبده، درت البابيو، درت شويه ديال الزبده، وريت لكم الغرق ديال هذا الاناء. غتشوفوا الغرق ديالو. غادي نوري لكم. من بعد غادي ندير دابا بابي السيلوفان، غنخليها على جنب حتى تخمر ليا. من بعد غادي ندوز لهادي، غنشوفوا دابا نتوما غتشوفوا غادي نشكل فيها واحد الورقه. من بعد غادي نتوما نرش عليها الزبيب ونبقى نرولي. يعني الطريقه سهله والحمد لله كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف، نتيجه مرضيه. هنايا زرب شويه الفيديو لان غتشوفوا يعني الطريقه واضحه. غادي نجمع دابا هذه الطريقه اللي غادي غنشوفوا الطريقه، نشكل وندور ونديرها في الفوق. هانتوما كتشوفوا يعني الصوره كتوضح كل شيء. عندي هذا الاناء، درت هذا المستطيل، درت شويه ديال الزبده
ونحاول نقد مزيان، ضروري ندير البابي ونحاول نقد مزيان. هانتوما كتشوفوا بعد ما خمرت ليا، دابا غندير ثاني غير صفار ديال البيض. من بعد هنايا غادي يكون عندكم اما يكون غير شي موس يكون ماضي، غادي نفلحها بحال الشكل ديال زائد. ودابا غندير طريفات ديال الزبده غير شويه. هذا مكان. وهنايا بعد ما نتوما كتشوفوا يعني كملت هذه المرحله، راني شعلت الفران، استعملت الفران ديال الغاز، ما درتش الفران ديال الضوء بما انتم كتشوفوا. ونفس الطريقه غير هذا المول، يعني هذا الاناء اللي كتشوفوا هذا ما شرحتوش. من بعد هنا غنوري لكم الفران، نوري لكم العافيه، راه درت العافيه مهيله. وتقريبا الوقت فاش طيبت سميتو طيبته ب 40 دقيقه. ها انتم كتشوفوا النتيجه اللي عطات ليا. يعني القياس ديال هذا البريوش كيبغي العافيه تكون مهيله، والوقت يعني الوقت اللي هي الوقت المضبوط هي 40 دقيقه. هذه الطريقه الى يعني الى عندكم يمكن ديروها حسب الى عندكم بحال هادو ممكن ديروها. اشنو هو السبب؟ باش تبقى لكم انتما كتشوفوا كتخلي هذاك الهواء يعني باش ما ترجعش، ودغيا كتبرد بهذه الطريقه وكتكون مهويه. هذا مكان. دابا غادي نخليها على جنب ونبري لكم الثانيه. هي بعد ما تحمرت ليا تبارك الله ما شاء الله، فيه واحد اللون رائع جدا وكتعطيه واحد الرائحه ما شاء الله، والمذاق ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها ان شاء الله بحول الله. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. غير هنايا دابا غادي نقطعها. غير هنا واحد الملاحظه وواحد النصيحه اللي غنعطي لكم ان شاء الله، الا درتوها ما تقطعوهاش، يمكن لكم تخليوها حتى تبرد تقريبا بين ساعه 3 ساعتين حتى 3 سوايع حتى 4 سوايع احسن. لان انا شويه زربت عليها زربت عليها. انتم كتشوفوا شويه انتم كتشوفوا ما خليتها حتى تبرد، يعني بحال الخبز بحال حلو اي حلوه ضروري تبقى يعني حتى تبرد شويه. هذا ما كان، ولكن الحمد لله طلعت مزيانه طيبه مزيان. هانتوما كتشوفوا ما معجناش، عطات واحد القوام ما شاء الله، والمذاق رائع رائع جدا. هانتوما غادي تشوفوها يعني اسفنجيه دايره بحال القطن، والرائحه ما شاء الله. غندوز ثاني هذه اللي درتها مستطيله حتى هي نفس المذاق نفس الرائحه نفس القوام، النتيجه مرضيه. اذا كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وما تنسونيش من لي لايك. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.